واو. احلى فريسكا، تعالى على طول على طول. اوريكم انا ماشيه في ايه. بصوا المنظر هنا. موجوده الجاكوزي وبالفاكهه والخضار في كل حاجه هنا. واو واو. بصوا الشلال، منظر تحفه بالليل، تحفه. الشاشه جايبه النهارده فيلم. ناس قاعده كتير، قاعده تجنن. فريستا النهارده جايبه لكم مكان جديد خالص في الكيلو 76 الساحل الشمالي، قريه مينا 3. طبعا بتتميز القريه دي ان فيها اكوا بارك جميله جدا، شاطئ خاص، 2 حمام سباحه للكبار و2 حمام سباحه للصغيرين. هجيبها لكم طبعا بالتفاصيل واحده واحده بالمميزات والعيوب. انا عند مدخل القريه، ده المدخل كده. الزرع رهيب. طبعا موجود هنا على الشمال في سوبر ماركت وصيدليه. دي كده الصيدليه وده كده السوبر ماركت. يعني الفرق حوالي مثلا في بعض حاجات فيها فرق 5 جنيه عن القاهره. يعني بصوا في جميع انواع الميه، حتى إلينو انا بحبها اهو. الشيبسيهات بجميع انواعها، العيش، المخبوزات اهو، حتى الدايت والتوست والخضار والفاكهه. في لبن دينا وعصاير دينا عشان مش بلاقيها في اي مكان، كل عصاير. وفي كمان المجمدات كلها. في خدمه توصيل داخل القريه اهو لو حد عايز يحتفظ بيها، وحد عايز هنا حاجه من السوبر ماركت. داخلين كده القريه تاني، اصور لكم كل حاجه بقى في القريه من جوه. كده دخلنا من البوابات خلاص. بصوا بقى على يمين البوابات هنا في مسجد اهو، ده كده المسجد. طبعا يمين وشمال اللي هو عادي العربيات بتمر. هي قرية كبيرة، حجمها كبير. ودي كده الشاليهات. كده نصور نموذج لشاليه غرفتين. اول ما تدخل كده في الريسبشن الاول، على ايدك الشمال هنا المطبخ وفي اجهزة وكل حاجة. بعد كده الحمام على ايدينا الشمال، وغرفتين على ايدينا اليمين. على ايدينا الشمال ادي الحمام كامل واسع، وادي الشاور. وبعد كده في الغرفتين. الغرفة الأولى غرفة فيها سريرين كبار ودلاب، والفيو هنا طبعا رائع. هجيبه لكم من الريسبشن عشان يبقى باين أكتر. بعد كده في الغرفة التانية سرير كبير كاملة، تسريحة، طبعا كلهم هنا مكيفين. وادي الدولاب. والفيو هنا فيو عند البوابة. بس هوريكم بقى الريسبشن. كده جينا عند الريسبشن، كولدير مية، ودي انتريه، ودي السفرة والتلفزيون. ما هنا مروحة بس عشان لو حد حب ينام هنا يشيل فردين. بعد كده بقى ندخل على الفيو. واو. هي طبعا الفرندا كبيرة ماشي، وفيها حاجة هنا بقى على جنب فيها شيشة. محبين الشيشة يتكيفوا. بس بصوا بقى الفيو، انا شايف من هنا الفيو كامل. شايف بقى ايه من هنا. بصوا دي الاقوى وده ملعب. طبعا نزلنا من الشاليه عشان نصور بقيه القريه. زي ما احنا قلنا كده المسجد على اليمين، احنا هندخل شمال كده متوجهين ناحيه خدمات القريه. وبعد كده هندخل بقى القريه بقيتها كلها، نجيبها لكم واحده واحده. خلينا على منطقه السوق التجاري، هننزل ونشوف فيه ايه. اول ما نزلنا كده على ايدينا الشمال في سوبر ماركت باسم، ندخل برضو نبص عليه. طبعا جميع انواع الجبن هنا، في فاكهه، في ادي البصل، ادي الالبان والبيض والبطاطس برضو بالفاكهه والخضار، في كل حاجه هنا اهو. والمجمدات برضو كلها موجوده. ايس كريم سلطانه. تورتايه من هنا تغبل. كده خلصنا السوبر ماركت. الاسعار جوه يعني في فرق برضو حوالي 5 جنيه، وكل حاجه موجوده برضو جوه.
كده السوبر ماركت، داخلين بقى على اليمين هنا نشوف فيه ايه. هنا في مستلزمات البحر كامله اهو. ما انا عارفه، بص بوريكي يا حبيبتي. كل العاب البحر، كل حاجه البحر، المايوهات والالعاب وكل حاجه. كده السوق التجاري، داخلين على منطقه الاقوى. طبعا اول حاجه هنا في المنطقه دي الجيم، ندخل نشوف فيه ايه. اول ما دخلنا كده في الساونا، الربع ساعه للمستاجرين ب 100 جنيه اهو. طبعا المولات مجانا. تاني حاجه هنا موجوده الجاكوزي برضو المستاجرين الربع ساعه ب 100 والمولات مجانا. دي طبعا الجيم، طبعا للملاك مجانا، المستأجرين التمرينة ب50، قعدت ساعة ساعتين زي ما تقعد، أول ما تخلص تمرينك كده تدفع ال50. رابع حاجة موجودة هنا صالة اسكواش، طبعا كاملة الساعة ب100 بالنسبة برضو للمستأجرين، وهنا برضو الملاك مجانا. صالة كبيرة جميلة بصراحة. خلصنا كده النادي الصحي. بالنسبة للنادي الصحي مواعيده من 11 ل 11. طبعا لو حبيت أي حاجة من الحاجات دي لازم تحجز قبلها بأقل حاجة يعني بساعة. عيادة هنا، وادي أرقام تليفون الدكتور. ب 100 جنيه الكشف للي مستأجرين، لكن للملاك مجانا. طبعا كيدز اريا هنا، ده مواعيده من 9 بالليل ل 2 صباحا، الساعة ب50 جنيه، للملاك والمستأجرين بفلوس. طبعا في هنا ملعبين، ملعب سله وملعب تنس. الاثنين انت بتجيب بس ادواتك، لكن الاثنين مجانا للمستاجرين وللملاك. الاثنين جنب بعض. داخلين على منطقه الاقوى. ماشي، اول ما ندخل كده على منطقه الاقوى، في شمالنا هنا في كافيه ومطعم. وطبعا بالليل بتبقى قاعده هنا جميله جدا. بصوا كده، ده كده الدش في الاقوى. الدش عباره عن شجره. في طبعا زلابيا وكريب وكل حاجة عايزينها هنا. واو، نطة جامدة. طبعا هنا غويط 175 سنتي، لكن اللي على اليمين ده 150 سنتي. وطبعا حوالين الأقوى يعني حمام سباحة صغير. بالنسبة لمواعيد الأقوى هنا من الساعة 12 للساعة 2، ومن الساعة 4 للساعة 6. جامدة واللعبة دي جميلة. لكن بالنسبة لحمام السباحة من 10 صباحا، فلاتر بتبدأ هنا لغاية وقت المغربية. الأقوى من فوق روعة روعة. بصوا المكان هنا جامدة. بصوا سريعة جدا. نزل دي الصفرة كده جامدة. مخروشي خلصنا منطقة الأقوى كاملة. طبعا القعدات هنا في كل مكان موجودة، تيجي تقعد على طول مجانية طبعا للملاك والمستأجرين. الاتنين يعني. القعدات اهي، وبعد كده في جنبها أقوى للصغيرين. بصوا زحاليق صغنونة كده للأطفال اهي. أقوى الأطفال دي جميلة جدا، على شكل بص ايه مراكب، بيطلعوا مركب وبيتزحلقوا، مخلينها شكلها جامد جدا للأطفال. بصوا كاملة كده. احنا سيبنا الأقوى، جينا طبعا متجهين للبحر. عايزة اوريكم بس منظر الخضرة. الخضرة هنا في كل مكان. بصوا المنظر واحنا ماشيين. الله الله على الزرع. انا بس حبيت
حبيت اوريكم انا ماشيه في ايه. بصوا المنظر، هدوء والراحه النفسيه. بصوا ماشيين في باقه في باقه، اكنك في حديقه، ماشي متجول في حديقه. طبعا هنا هتلاقوا القعدات في كل مكان. بصوا البرجوله كده. طبعا هجيب لكم القعدات دي كلها بالليل. ومكملين تمشيه. الله على المنظر هنا، ولا النافوره اللي هناك دي. الله الله الله. كده جايبه الزرع عشان خلاص قربنا على الشاطئ. بصوا انا بحبيت بس ان انا اوريكم ان القعدات هنا موجوده في كل مكان اهو، في كل مكان في القعدات. بصوا بصوا المنظر. بجيب لكم كل حاجه هنا بالتفاصيل بالتفاصيل طول ما احنا ماشيين. بصوا كده شكل الفلل اهي، عشان احنا خلاص كده قدام البحر. خلاص بقى سيبنا كل القريه اهو، خلصناها وداخلين على البحر. كده دخلنا على منطقه البحر. بصوا بقى الشاطئ، حمام سباحه كبير. بصوا ادي حمام السباحه اهو. حمام السباحه اللي على الشمال ده للاطفال. نطلع هنا اوريه لكم الاطفال. ما طلعنا اهو، حجمه كبير جميل يعني الصراحه. بصوا كده، وادي البحر وادي حمام السباحه التاني. بصوا هو كبير جدا، بس ده غويط، ده اللي قدام البحر، وده طبعا للملاك فقط. يبقى سألنا على العمق هنا اللي فيه الناس هناك كده. بصوا ده 1.5 متر، لكن اللي هنا قصادنا بالظبط 2 متر. عميق طبعا. قعدات هنا جميلة. هي الشمسية. عمرو هنا هينط لنا نطة جامدة. يلا يا كابتن عمرو، نطة في 2 متر. واو، نطة جامدة جدا. كابتن محمد معاكم اليوم من الشقلبة. يلا. واو واو واو. انضم لهم كابتن زيزو على الشمال. يلا هم الثلاثة دلوقتي هينطوا نقطة شقلبة عظيمة. جامدة دي الشقلبة بقى. كابتن محمود نط نطة جامدة. نطات عالمية دي. كده صورنا حمام السباحة، ودي كافيتيريا اهي بتخدم الشاطئ كله. وبعد كده طبعا ايه الشاطئ ده كده الدش اللي على البحر. احنا داخلين اهو، وده الكافيه بيخدم برضو البحر. بصوا البرجولة دي تحفة. داخلين بقى نقعد على البحر. الشماسي البيضة اللي في النص دي زي ما انتوا شايفينها كده دي للملاك. بصوا يمين كده في شماسي خوص، وفي برضو على الشمال دي المستأجرين. على فكرة يعني المستأجرين ليهم شماسي اكتر من الملاك. بصوا كده. في طبعا هنا طايرة. بصوا كده الطايرة جميلة قوي. يعني في ألعاب الشاطئ هنا. وفي طبعا كمان على الشاطئ ملعب كرة قدم. نقعد بقى كده في الشمسية ونشوف البحر الجميل ده. ادي كل الشماسي اهو. الدنيا رايقة، حتى يوم زحمة برضو الدنيا رايقة. قعدنا كده على البحر، مش عايزة اقول لكم هدوء وجمال قد ايه. كده بقى قربنا على البحر عشان نشوفوا اخباره ايه. طبعا كالعادة بحر الساحل واحد كله. ايام بيبقى فيها موج وايام لا. بصوا كده البحر. طبعا هو بس الشماسي كلها على فكرة بعيدة شوية عن البحر. يعني بصوا كده، يا ريت يقربوها بس شوية. بحر جميل جدا جدا جدا. هنا بقى الحاجات الاكل. وريني الاكل ده ايه كده. بص كده في جندوفلي. ايوه. الله حاجتك جميلة. بص كده في كراب ستيكس. الله. في بلح البحر. اسعاره ايه ده؟ طبعا 150. 150. جمبري. بصوا التغليف. الله ايه ده جميل، والله جميل بجد. فريسكا، لا ده لازم اندهله. احلى فريسكا، تعالى على طول على طول. الله. ايوه تعالى تعالى. الفريسكا العلبه بكام بقى؟
75 الباكت. ماشي. ايه السوداني؟ ايه ده بقى هنصور لكم القرية بالليل. ده السوق التجاري كده شكله بالليل. نزلنا كده تحت، المنظر طبعا بالليل اجمل بكتير من الصبح. بصوا كده في شلال. واو واو واو، بصوا الشلال، منظر تحفة بالليل، تحفة. نكمل بقى. انا طلعت كده فوق السلالم. بصوا المنظر روعة. شاشة سينما على حمام السباحة عند الأقوى اهو، أي ماتش بتعرض فيها. وكذلك برضو في شاشة سينما عند الشاطئ كده. طبعا الشاشة جايبة النهاردة فيلم. القعدة طبعا جميلة جدا هنا في منطقة الأقوى. بصوا القعدة. طبعا اللي هناك دي اهو، دي كده صالة بلياردو كده بالظبط في وسط القرية. بصوا النافورة الجميلة دي بالليل بس روعة. احنا طبعا بصوا تمشية القرية كلها، القرية كاملة اهي، هدوء بالليل. انت ماشي في وسط حديقة بالليل، يعني مش اكتر من كده. احنا طبعا صورنا القعدات دي الصبح، بالليل بصوا منورة ازاي. طبعا مفيش ناموس هنا فدي ميزة، بس القرية هادية جدا جدا بالليل. يلا بقى احنا مكملين نشوف الشاطئ فيه ايه بالليل. كده وصلنا عند الشاطئ بالليل. ده كده حمام السباحة اللي قصادنا، وهناك دي الكافيتيريا والمطعم. دي كده القعدة على حمام السباحة اهو، هدوء. دي الكافيتيريا كده الصغنطوطة دي، وبعد كده دي القعدة كبيرة، وفي شاشة سينما لو في ماتش طبعا بيذيعوه هنا. ندخل بقى على البحر. الله الله الله، جينا كده عند البحر. بصوا البحر بالليل روعة، الناس قاعدة كتير، قاعدة تجنن يعني. القعدة الهوا والبحر، لا القعدة جميلة جدا ومنورة. فانت شايف البحر قصادك زي ما انتوا شايفين كده. فالبحر كمان عشان الموبايل الإضاءة خافتة شوية، لا أنا شايف البحر حلو جدا منور. فجميلة القعدة، أنا أحب البحر كده لما يبقى منور بالليل. احنا قاعدين قاعدة روعة. الله. طبعا دلوقتي هقول لكم على المميزات والعيوب. واول ميزه معانا الاقوى. هنا الاقوى جميله جدا ساعات الصبح والعابها خطيره. وطبعا حمام السباحه هنا باعماق مختلفه بتوصل ل 2 متر، مش موجوده في اي قريه تانية. طبعا ميزه هنا خطيره جدا، الشاطئ رايق جدا، تقدر تقعد فيه صف اول براحتك. كبير جدا، لو اتملى في يوم من الايام تلاقيه صف تاني، فبتقعد براحتك. وفي فرق بين الشمسيه والتانية. وفي ميزه كمان هنا القعده على الشاطئ بالليل روعه جدا، هاديه. فالمحبين الهدوء هيحبوا القعده على الشاطئ قوي. والمساحات الخضراء هنا كتيره جدا وجميله بصراحه. في طبعا هنا خدمات كتيره جدا، ساونا وجاكوزي وكيدز كلاب يعني في خدمات كده كتيره جدا، وسوبر ماركت وكمان صيدليه، غير العياده طبعا دي اهم حاجه. يعني في دكتور. ميزه هنا ان ما فيش ناموس، الرش هنا ليل ونهار، فحلو جدا. نيجي دلوقتي بقى للعيوب. القرية هنا هادية جدا جدا جدا، وبالذات بالليل. يعني انتوا شايفين كده عند الأقوى في حياة، لكن لو اتمشيت في القرية لغاية الشاطئ هتلاقي القرية هادية جدا. طبعا كمان في عيب هنا، ان الحفلة هنا بتتعمل يوم واحد بس اللي هو يوم الجمعة، وساعات بتتعمل وساعات لا، بيشغلوا فيها دي جي. يوم واحد بس يوم الجمعة.
فطبعا باقي الاسبوع مفيش اي حاجه خالص على الشاطئ، مفيش حفلات، مفيش اي حاجه خالص. هو يا دوبك ساعات بيشغلوا كده ميوزك خفيفه وام كلثوم كده، وتبقى قاعده رايقه على الشاطئ. في عيب كمان ان في تفرقه ما بين الملاك والمستاجرين، يعني زي مثلا حمام السباحه اللي على الشاطئ ده للملاك فقط، ما ينفعش المستاجرين ينزلوا فيه. يلا باي، واشوفكم في فيديو جديد.